السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بالنسبه للوصفه ديال اليوم هي عباره عن فقاص ناجح 100%. فقاص كيجي هشيش وفي نفس الوقت مقرمش. ان شاء الله اللي ما كيصدقش ليها الفقاص من هنا لقدام ان شاء الله يصدق ليها. مقادير بسيطه، يعني مقادير مضبوطه، يعني كينجح 100% بعينيكم مغمضين. نتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير والطريقه. تابعوا معايا. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندنا 3 ديال البيضات، كاس ونص ديال السكر سنيده، العبار ديال العنبه، كاس ونص ديال الزيت، معلقه صغيره ديال الزبده، راس معلقه صغيره ديال النشا وهذه اختياريه، الزنجلان تقريبا نص كاس، وواحد الخماره حمراء، النكهه ديال الطناطه، و10 دراهم ديال اللوز. والفورس كيبقى على حساب الخليط. قبصه ديال الملحه طبعا. في واحد القصريه كما كتشوفوا غادي ندير قبصه ديال الملحه، وغادي نزيد البيض ديالي والسكر وديك المعلقه صغيره ديال الزبده. بالنسبه لديك المعلقه الصغيره ديال الزبده اختياريه، ممكن تديروها ممكن بلاش. غادي نحاول ندمج ديك الزبده مع السكر، من بعد عاد غادي نخلط داك السكر ديالي والبيض ونحاول نطربهم بيديا مزيان ونعركهم بيدي مزيان حتى يندمجوا ليا ويذوب ليا داك السكر. من بعد ما ندمج ليا داك السكر والبيض ديالي ودوك الحبيبات ديال السكر دابو، غادي نزيد في هذه المرحله كاس لاروب ديال الزيت، وغادي نزيد النكهه ديال الطناطه. ممكن ديروا النكهه ديال لاباطا صابلي، ممكن بلا نكهه ديروا نافع بلاصه النكهه ديال الطناطا. وغادي نزيد نص كاس ديال الزنجلان خضر ما محمر كما هو، يعني كنقيوه وكنزيدوا نص كاس ديال الزنجلان خضر. وغادي نزيد ديك 10 دراهم ديال اللوز. بالنسبه للوز انا كناخذو كنديرو في كسروله، كنزيد عليه الماء، كنشعل عليه العافيه، غير كطلع عليه الغليه، ماشي كيتسلق، غير كطلع الغليه كنطفي عليه وكنصفيه، ما كنرطبوش. صافي غادي نزيد الدقيق ديالي وغادي نجمع العجينه مزيان. نحاول نجمعها، ولكن ما تحاولوش تزيدوا كميه كبيره ديال الدقيق، زيدوا الدقيق شويه بشويه باش ما تقصحش لكم العجينه، حيت الا قصحت لكم غادي تشقق لكم في الفران. غادي نحاول نجمع ديك العجينه ديالي. الا شفتوا العجينه تجمعات وباقي شويه ديال الدقيق، حاولوا تحيدوا العجينه وتسوسوا داك الدقيق اللي كيبقى لكم في القصريه وجمعوا العجينه ديالكم. انا هنا كما كتشوفوا العجينه ديالي راه جمعتها، ما كتكونش تاني جاريه وما كتكونش قاصحه، كتكون شاده في راسها. غادي نعجنها ندلكها مزيان كما كتشوفوا راه شاده في راسها ولكن في نفس الوقت رطبه. غادي نرجع العجينه ديالي، غادي نحاول نقطعها، نديرها كويرات، نقسمهم على 4، ندير 4 ديال الكويرات. منين غادي نقسمهم على 4 غادي ناخذ اللاطه، غادي نفرشها بابي كويسون ولا بلاش، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت. انا فرشت اللاطه ديالي بابي كويسون. غادي ناخذ دوك الكويرات ديالي ونحاول كل وحده نديرها على شكل حربول. نتوما دابا في هذه المرحله ممكن كتحكموا في الفقاس ديالكم، ممكن الا بغيتوا الفقاس ديالكم يجيكم عريض ولا صغير، المهم نتوما كتحكموا في الحجم ديال الفقاس ديالكم كي غادي يكون. ولكن ما تنساوش درنا فيه واحد الخماره حمراء، يعني غادي يتنفخ شويه. غادي نشكل الحرابل ديالي. انا الفقاس ما كنبغيش يكون طويل بزاف وعريض، كيكون صغير شويه. المهم غادي نشكل الحريبلات ديالي وغادي نحطهم في اللاطه. انا في هذا الشكل خديت دوك الحرابل بسطتهم شويه بيدي، ما بغيتهمش يجيوني بحال مكورين، بسطتهم شويه باش يجيني شويه عريض. صافي غادي نستفهم في اللاطه كيف ما كتشوفوا، بسطتهم شويه من الفوق صافي. وغادي ندهنهم. بالنسبه للدهين انا كناخذ بيضه، كنزيد عليها شويه ديال الكاكاو المر وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان، غادي نخلطهم كلهم. وهذا باش كندهن الفقاس ديالي. ممكن تزيدوا النكهه ديال الناطه ممكن بلاش. غادي نحاول ندهن دوك الحرابل ديالي كلهم، ما نساش الجوانب حتى هما حتى كنسالي. عاد غادي ناخذ واحد الفرشيطه وغادي نحاول نشرط فوق الفقاس ديالي، نعطيه نزوقه من الفوق. وكمرحله اخيره غادي ناخذ واحد البره ولا فنيته وغادي نحاول نتقب، غادي نتك دوك الحرابل ديال الفقاس غادي نتقبهم صافي. والفقاس ديالنا كيكون موجود. بالنسبه للطياب ديالو في الفران، دائما الفران
خاصو يكون بارد ما خدامش. يعني الفقاس اللي غادي ندخلوه للفران باش يطيب نص طيبه خاص الفران يكون بارد. غادي ندخل لاطه ديالي الفران بارد، عاد غادي نشعل عليه الفوق والتحت على نار مهيله، نار مهيله كما كتسمعوا. ما خاصناش نجهدوا عليه العافيه. الا جهدتوا العافيه كونوا على يقين ان الفقاس ديالكم غادي يتشقق لكم. يعني باش نتفاداو هاد المرحله باش يتشقق لنا الفقاس ديالنا، غادي ندخلوا اللاطه ديالنا الفران بارد وغادي نشعلوا عليه على نار مهيله. في حاله بان لكم الفقاس ديالكم بدا كيتشقق غادي تحلوا الفران، غادي تخليو الفران، غادي تهويوه، غادي تخليوه الفران محلول وغادي تكملوا الطياب ديالكم للفقاس باش ما يتشققش ليكم. الا كان الفران ما مهويش حاولوا تحلوه شويه وتخليوه خدام الا ما كانش كيتنفس. اما الا كان الفران ديالكم كيتنفس غادي كما قلت لكم تشعلوا الفران وغادي تدخلوا ليه الفقاس ديالكم وهو بارد. الا تبعتوا هاد المراحل اكيد غادي ينجح لكم. منين يطيب ليا الفقاس ديالي صافي كنحس بيه صافي شد فراسو، غادي نخرجوه على برا ونخليه يبرد ليا. منين كيبرد الفقاس عاد غادي نرجع للمرحله ديال التقطاع. بالنسبه للتقطاع ضروري الموس يكون ماضي، ممكن تستعملوا الكيتور، ممكن ديروا غير الموس عادي، ولكن يعني باش يطيب على خاطرو ويتحمر لكم من الداخل، ما يجيكمش خضر من الداخل ويتحمر من برا. كتنقصوا عليه على نار مهيله حتى كيتحمر لكم من التحت. من بعد ما كيتحمر من التحت كنشعلوا عليه الفوق باش يكمل الطياب ديالو. اذا كان عندكم الفران سخون بزاف راه غادي يتحمر لكم من التحت والفوق دقه واحده. هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما طاب كما غادي يبان لكم في الصوره، راه كيجي محمر من برا ومن الداخل. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكما العاده تجربوها حتى نتوما وتنال الاعجاب ديالكم. لاول مره كينضم للقناه ديالي كنقول لك مرحبا والف مرحبا. ما ترددش انك تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس ودير اعجاب وتعليق. وكما العاده اللي عندي في القناه كنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم، وحتى نتوما ما ترددوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده باذن الله.